قصه مهمه الحقيقه بطلها عبد الناصر ومبارك. القصه دي بزعم ان لو في دلوقتي مليون بيتفرجوا، في 990 ألف على الأقل ما يعرفوهاش. هذه القصة تخص المغرب والجزائر وحرب الرمال. عبد الناصر 63 أرسل جنود مصريين في حرب الرمال اللي حصلت ما بين الأشقاء في الجزائر والمغرب. مع كل أسف يعني. ومع كل أسف برضو تخلى عبد الناصر عن الدور المفروض تلعبه مصر في وقت زي ده، وهو وقت الفتنة، حقن الدماء ما بين الأشقاء ومحاولة الصلح. لكن القصه دي متعلقه بمبارك اكثر من عبد الناصر، ان هو الدمار. رغم كل الحفاوه والحب والاستقبال الجماهيري، ورغم ان علاقه عبد الناصر بالمغرب قويه، والجزائر بعد استقلالها كانت قويه، الا ان عبد الناصر اختار ان يدعم طرف في هذه المعركه، واهان مصر وجيشها في هذه الحرب اللي هي حرب الرمال. عبد الناصر ارسل قوات من الجيش المصري لتلك الحرب اللي كانت بين الاشقاء الجزائر والمغرب. بعت جيش من مصر عبد الناصر بتاع اللي ورثه من امه، كلهم ورثونا من امهم، احنا مجرد سقط متاع. المهم عبد الناصر بعت جيش في الحرب الرمال بين الجزائر والمغرب، واتهان الجيش هناك. تم اسر عدد من الجيش المصري منهم طيارين مصريين في فضيحه كبيره. ده اللي ادعته وكالات الانباء وقتها، وتم تخبئته عن الشعب. وتم عرض ناس من الذين تم اسرهم منهم طيارين، زي وكاله الانباء الفرنسيه عرضت الاسرى المصريين. تعرف انت بقول لك لو في مليون دلوقتي بيتفرجوا، واحنا بفضل الله بيشوفنا عدد اكبر من كده بكتير بفضل الله، اكتر من 99% منهم ما يعرفوش اي حاجه. وتم اسر مصريين. كل القصه دي رايح لك لمبارك، تقول لي لا، رايح لك انا. وكاله الانباء الفرنسيه وهي تستعرض الاسرى المصريين اللي اسروهم المغاربه في حرب الرمال اللي كانت بين الاشقاء الجزائر والمغرب في الستينات. Assibeïda reste le point névralgique du conflit algéro-marocain. Le point d'eau et la minuscule Palmeraie sont occupés par l'armée royale marocaine qui, sous le commandement du général Driss, affirme avoir nettoyé la région des éléments algériens. Les Marocains ont fait prisonnier 4 officiers égyptiens. Intervention égyptienne, dit Rabat, simple mission d'assistance technique, répond Alger. Mais à la suite de tels incidents, le... قال لك مساعدة فنية، ما كناش بنعمل حاجة. اسوشيتد بريس نشرت صور الجنود والضباط اللي تم القاء القبض عليهم، المصريين اللي بعتهم جمال عبد الناصر، والشعب ما يعرفش اي حاجه. بقول لك انا بكلمك 2023، الشعب ما يعرفش اي حاجه برضه. ودي صور للطيارين اللي تم اسرهم في تلك الحرب. دي صور الطيارين اللي تم اسرهم في تلك الحرب. دي الصور اللي خرجت لحوالي 4 أشخاص. لكن شهادات تتحدث عن ان من بين الاسرى كان محمد حسني مبارك. واحدة من تلك الشهادات شهادة واحد من ابرز الطيارين المغاربة وقت تلك الحرب، ضابط مغربي اسمه صالح حشاد، اللي بيروي قصة أسر مبارك على عهدته الشخصية. المصريين شاركوا في هذه الحرب. وفي هذه الفترة فعلا جاء الخبر بأن هليكوبتر حتى في نواحي إيرفود، والقائد لم يسمح للطيار أن يقلع مرة العودة. وكان أفقر في مراكش، فطلب من طيار وهو طيار صديق، قال له بالحرف: اذهب فأتني بهذه الضباط، إن لم تأتيني بهم فأقطع لك رأسك. كان من بين هؤلاء الضباط حسب شهادة الضابط والرتبة المغربية الكبيرة صالح حشاد، كان من بين هؤلاء مبارك. بالضباط إلى مراكش، وكان من بين هذا الضباط الرئيس الحالي لمصر، الرئيس حسني مبارك.
الضابط اللي قبض عليهم في صحيفة العالم ذكر القصة قبل أيام. لكنها كان بينهم، كانت برتبة أظن هذاك الوقت ملازم أو أنت عايشت هذه الأحداث. كنت في مراكش. البرنامج ده كان برنامج مهم جدا حقيقه، ربنا يجعله في ميزان حسناته، من اروع اللي عمله، وهو ليه روائع كتيره. الاستاذ احمد منصور شهد على عصر، هي حوى شهادات، لحق شهادات من ناس هي ما تعرفش لو الناس دي ما شهدتش كان ايه الوضع. منهم جنرالاتنا الكبار اللي بتمرمطوا، اللي انتصروا في الحرب واتمرمطوا. يلا المهم حبيت بس اقول لكم، اكيد عارف كل الناس عارفه هذا البرنامج. لماذا شاركت مصر بهذه المعركه؟ راجل كان في حاله ذهول، مبارك من اللي اسروا في تلك الحرب. هيكل كتب في مقال في الاهرام عن مشاركه مصر ودعمها للجزائر، اللي هو قارات العنتيل، قارات العنتير. قوة بحرية مصرية في مياه الجزائر، وقوة المدرعات المصرية على رمال الصحراء تحت علم الجزائر. تحت علم الجزائر. حاربنا مع عبد الناصر، بعت يحارب مع الجزائر ضد المغرب. بدأت كتابة هذا الحديث وليست أمامي النتائج الكاملة والمفصلة لمؤتمر باماكو اللي انتهت جلسته من ساعات في مالي بعد محاولة شاقة للبحث عن مخرج الأزمة العنيفة على الحدود بين الجزائر والمغرب تجد لها حلا، أو على الأقل توقف اندفاعها نحو الاصطدام مسلح واسع المدى. وصحيح أن البرقيات حملت قرار بوقف إطلاق النار، كما أن إشارات إلى اتجاه نحو تجريد منطقة النزع من السلاح، إلا أن ذلك مع أهميته وخطورته مجرد خطوة ما زال أمامها طريق طويل، وبالتالي فلست أعرف أي نوع من الرياح سوف يهب بذلك على الصحراء في أعقاب باماكو. موقفها مع الجزائر تدل عليه هذه اللحظات. قوة من الأسطول المصري تتقدمها المدمرة السويس، ألقت إليها القيادة الجزائرية مسؤولية المشاركة في حماية الشاطئ الجزائري. ثم قوة من المدرعات المصرية تقف الآن تحت علم الجزائر جنبا إلى جنب مع جيش التحرير الأسطوري، والأوامر الصادرة إليها من القاهرة أن يكون قتالها فوق الأراضي الجزائرية وحدها ودفاعا عنها، هكذا بغير خفاء وبغير التواء. خد فشار أنت واللي مشغلك. دي بلد حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ده اللي بيحكيه هيكل. وللأسف جيشنا اللي راح تلقى إهانة كبيرة بسبب هذه المشاركة، وشيء كان في غاية المهانة. قصة مش في اليمن بس، اليمن كانت فاجعة، لكن ما حدث في حرب الرمال كان فضيحة، وصمت زي ما صمت على حاجات كتيرة. في كاتب وصحفي تونسي ونائب في البرلمان اسمه الصافي سعيد كان بيروي تلك القصة، قصة أسر مبارك حسب الشهادات اللي وصل ليها، وكيف تم تسليم الأسرى المصريين وبينهم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. كي مشوا للقاهرة في 64 مش في 63، لأن الحرب صارت في 63. في 64 في قمة الإسكندرية حسن الثاني أتى بمفاجأة عجيبة لعبد الناصر. عبد الناصر كان يبعث طيران للجزائر وكان يبعث ضباط، والمغاربة ألقوا القبض على ضباط مصريين أسرى. هو بيتكلم عن القمة العربية في اسكندرية سنة 64. الصافي السعيد. الحسن الثاني أسرى عنده، وعندما نزل بمطار الإسكندرية نزل الحسن الثاني كان في استقباله عبد الناصر، ثم فتحت الأبواب لكي ينزل هؤلاء الضباط الأسرى. من بين هؤلاء الضباط الأسرى حسني مبارك. دي رواية التسليم اللي حصلت. نشوف ما ذكرته الصحافة المغربية عن تلك الواقعة. بص انت حضرتك، بص احنا مغيبين قد ايه. فاهم ان الكارثة كلها مرتبطة ببعض. احنا مغيبين جدا جدا، محدش بيشكنا في اي حاجة. عشان كده الخراب اللي وصلنا له، لان احنا لا نحكم تلك البلاد بل نحكم. عندما سقط الرئيس مبارك اسيرا عند القوات المغربية في الصحراء،
تعود تفاصيل الواقعة سنة 63 التي شهدت توترا في العلاقات المصرية المغربية، وهو دفع الزعيم الجديد لمصر جمال عبد الناصر الذي أطاح بالملك فاروق عام 52 إلى مساندة الجزائر في حربها ضد المغرب، حرب الرمال. أرسلت مصر قوة عسكرية تقدر بحوالي 1000 جندي وضابط إلى الجزائر، بينهم الكولونيل الطيار محمد حسني مبارك وسط أجواء الحرب. صعد الطيار مبارك وخمس ضباط مصريين آخرين على متن طيارة هليكوبتر التي كلفت باستطلاع الحدود الجزائرية المغربية ومنطقة القتال، وانطلقت الطيارة في مهمتها. انتهت الطيارة التي كانت تقل ضباط مصريين وجزائريين في الأجواء، وهنا اختلفت الروايات التاريخية حول ما حدث بعد ذلك. يقول البعض عاصفة رملية قادت الطائرة إلى مصيرها المجهول في صحراء المغرب، فيما يقول آخرون أن قائد الطائرة ضل طريقه. اضطرت الطيارة العسكرية للنزول في أحد الحقول الزراعية جنوب شرق المملكة بالقرب من مدينة أرفود، وبعد دقائق وجد الضباط المصريون أنفسهم محاطين بأصحاب تلك الحقول. أصبح مبارك ومرافقوه أسرى في يد سكان القرية، وبدأ ببذلة الميدان العسكري وهو على أكتاف رتبة كولونيل مصري، وبصحبته ضباط سامون جمع سامي يعني بنفس رتبته. في خضم تلك التطورات طلب الجنرال أوفقير من ضباط مغاربة إحضار مبارك وزملائه في أرفود إلى قصر مراكش. سريعا انتقل ضابط من الخابرات المغربية إلى موقع أسر الضباط المصريين ليجدهم مكبلين بالحبال ومربوطين إلى جذوع النخيل، بل وحتى الهليكوبتر تم ربطها لجذوع النخيل وفق ما نقلته الروايات التاريخية. تحول الطيار الحربي المصري إلى رهينة في يد ساكنة الجنوب الشرقي، وبعد ذلك نقل المصريون إلى مراكش حيث معتقل دار المقري الشهير. وعندما علم الملك المغرب حسن الثاني بالواقعة ثار، واعتبر ذلك دليلا واضحا على تدخل مصر في الصراع بينه وبين الجزائر، ليقرر استدعاء سفير بلاده في القاهرة ويطيح بالمعلمين المصريين من المغرب. انتهت الحرب وعاد العلاقات المغربية المصرية سابق عهدها، واستدعى جمال الحسن الثاني بعد زيارته الرئيس الأمريكي، وسلم الملك الراحل إكليل ورد الجمال عبد الناصر، وقال له حسب ما يرويه عبد الهادي أبو طالب: هديتي لك أكبر من إكليل، إنها هدية من لحم ودم. وكان الرئيس المصري استغرب قدوم طائرتين، فإذا به يفاجأ بأن الطيارة الثانية تقل 3 عسكريين برتبة عقيد، ضمنهم حسني مبارك الذي سيصبح رئيسا لمصر بالإضافة إلى باقي الجنود. السؤال اللي تسأله بعد 63 73 83 93 2003 2013 بعد 60 سنة 2023، مين اللي يقول لنا على تاريخنا الحقيقي؟ ازاي دي تكون بلد